ليه ما ينفعش اخد شعر من متبرع تاني ولازم يكون مني وليا؟ الحقيقة ان زراعة الشعر مش لازم تكون من الشخص لنفسه، ممكن تكون عن طريق متبرع خارجي، بس ليها شروط قاسية جدا. اول شرط، لازم يتم عمل توافق انسجة اللي بنسميه MHC compatibility مع توافق الدم، لان كل جرافت احنا بناخده هو عبارة عن عضو حي محتاج تغذية دموية ومحتاج ينمو ومحتاج يعيش. فعلشان نزرعه هيتم التعامل مع زراعة الشعر زي بالظبط التعامل مع زراعة الكلى والكبد، لازم يكون في توافق تام، ولازم الشخص المستقبل يمشي على مثبطات مناعة طول عمره. طيب هل حد فينا عنده استعداد يفضل يمشي على مثبطات المناعة طول عمره؟ أكيد الجواب صعب جدا. طيب هل في تجربة حقيقية حصل فيها إن شخص زرع شعر من شخص تاني؟ الحقيقة أيوه، كان في شخص عنده فشل كلوي وكان صديقه متبرع ليه بالكلى بتاعته، وبعد 10 سنين صديقه اللي اتبرع له بالكلى اتبرع له برضه الشعر، فهم كان في بينهم توافق انسجه وناجح. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، الشخص كان كده كده بياخد مثبطات المناعه علشان زراعه الكلى بتاعته، فهو اخدها علشان زراعه الشعر والدنيا عاشت وبقت زي الفل. ففي النهايه هي حاجه مش مستحيله، لكن تحقيقها صعب جدا 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 علشان نقدر نعمله. ففي الحالات دي بنلجأ لشعر الدقن مع شعر الراس في الحالات الصعبة قبل ما نلجأ لأي حل آخر.